لي صفا اشكيك لمين غريبة انا غريبة يا الطير يا مسافرنا حبك يدق بالراس لو غيمة الدنيا شيء في العيد يهدي مو هاي البداية حرامات التعبير حاسبينك. تبارينا الذمم والحب طويناه ورمينا الذكريات احجار بالبير، ما دام النهر ضيق عبرناه كل من نخليه يذكر صاحبه بخير. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعين قناه دجله الفضائيه وبرنامج حاسبينك بابيات الكبير الراحل كاظم اسماعيل القاطع. نبدأكم حلقه جديده ويا ضيوف اثنين مبدعين جدا، يعني كل من مبدع باختصاصه، قريبين من القلب. واحد كان بينه وبينه مشكله وخلاف بس من بعيد، يعني ما متلاقين. اليوم تراضينا، صار تقريبا سنه انا من نتحاكى. صديق الشاعر المبدع علي الشمري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. واحنا ما بيناتنا خلاف، وقبل انه شكرا للدعوه هاي جميله على الموسى والكادر جميل. تمنور. الفرقه الموسيقيه اللي عجبتني كلش، انا انه احب والله احب الموسيقى. حتى يداوروك اليوم؟ يعني ما بيناتنا مشاكل، زعل كان بسيط. الزعل مقدور عليه، مقدور عليه كبير. لا انت اخوي وفنان كلش احبه، صاحب موهبه حقيقيه، اعتمد على نفسه وطور نفسه وانتشر. يمكن فتره بوقتها كانت فتره بسيطه. وسام داوود الصديق المبدع، اهلا وسهلا بيك. استاذ رائد شلونك حبيبي؟ حبيبي؟ تحياتي لك، تحياتي استاذ علي، فدوى القلب، وكيل سعادة الفرقه الموسيقيه وكل كادر. ربي يحفظك. وسامك يعني اللي يشوفك بس بالفيديو كليبات ما اعرف ليش يعني ياخذ انطباع عليك انت شخص مغرور. انا مغرور؟ انطباع بس لحظه مدى تمك. هذا اقول شو بس بالواقع اللي يلتقي بيك يعني قمه البساطه والادب والاخلاق. اكيد لازم هيك يكون الفنان، أيوة. لانه ما يصير ينغر، لان هاي الغرور شويه تسبب مشاكل صحيح. وكره الناس. اي بس اتمنى ما ياخذون علي هذا. إيه بس سبحان الله امانه بالفيديو كليبات قبل من كنت اشوفك يعني كان عندي انطباع انك انت شخص مغرور. بس الحمد لله شكرا. بس من التقينا وصلتك الصوره، مو هسه يعني قبلها من التقينا شخص بقمه البساطه. انت بأمة البساطه، وتحياتي لك يا روحي. الله يحفظك. فدوى روح لك يا الغالي. انطلاقتك غريبه كانت صح. من محل مال حلاقه. ايه شكرا ما في شيء. طبعا ما بين شيء، سولف لنا شلون؟ كنت حلاق. اي إيه. حلاق. اي حلاق عندي زمان لحد الان. القوية اليوم انت مش صور بنفسك مو؟ لا عاد امكانيه. طبعا لازم. اي كنت حلاق ودائما احب اغني يعني حتى ذاك زباين هاي سمعنا صوتك، انت صوتك حلو هاي. كنت متاثر بالاستاذ حسام رسام. تحياتنا للاستاذ حسام رسام. تحياتنا للاستاذ حسام. تدري يعني المطرب اللي ويا جيلي يعني كعمري شنو تتمنى تلتقي به او؟ اي طبعا هو كان كل عراقي يتمنى يلتقي. صحيح. اكيد هو لحد قصدي كفنان كنت تتمنى يحتويك؟ اي تتمنى يلتقي بي. كنت دائما اغني اغاني حسام رسام. بعدين شافني انسان صديقي عزيز علي. اي قال لي انت تصير وصوتك حلو، عندك اذن موسيقيه، ليش ما تدرس السولفيج؟ زين. انا سولفيج تدري بشنو؟ ما اعرف شنو السولفيج. قلت له شنو؟ زين انا من الموس واجيب اجيب الخاولي. كان يقول لي تعلم سولفيج. سافرت بلدنا وتعلمت السولفيج. رحت الاستاذ قال لي لا انت فنان راقي، تعلم عزف العود. زين. تعلمت عزف العود والتقيت باستاذ ناجي الشمري، نقدم له تحيه. تحياتنا له. المنتج الكبير استاذ ناجي الشمري. تحياتنا له اكيد. فاكتشفني وساعدني بهذا الشيء اول عمل صار ويا شركه القيثاره.
هذا. واستمرت الاعمال. استمرت. اليوم أكيد. الشركات اغلبها تحتكر الفنان، انت محتكر القيثاره لو التزام اخلاقي بينك وبينهم؟ ما اعتبره احتكار، اعتبره مهلي. صدق والله. اي، لان هذا الشيء يعني هو خلينا نقول احتكار. مرات بعض الفنانين من يوصلون مرحله يشوف نفسه فد شيء وينسى الناس اللي سوت. انت دائما اللي يلمع نجمه طلبه شركات اخرى، طلبوك وانت بقيت على وفائك وياهم لو شنو؟ اي طلبوني وبقيت على وفاء. ما رحت اي؟ ما اروح اي مكان. ما نفكر. ما افكر. ربي يوفقك. حبيبي استاذ حبيبي. نسولف ويا علاء ولا نسمع شيء من عندك؟ كيفك؟ علاء زين. علاء اذا فتحتها وياه بعد شيء سدها. لا وسام من الاصوات اللي احبها، مو صديق، صوت يعني باور مختلف. مختلف عن يعني منفرد. انت ذيك الساعه هو ما موجود وذكرته قلت لا هو انا قلت لك عندي اصوات محدده، تقدر اسولف لك عين هسه لو لا نسولف بعدين. خلينا نسمع شيء من وسام. مليت؟ نستهل. مليت يا ريت تحيه. اذا من كلمات الشاعر كلماتي خلينا نسولف عليها شويه. مو يعني هذا العمل هو اول شيء انقرأ على منصه؟ لا قايد. كان قايد. اي. واستضرب زين بالشارع، وسام انعجب بي، واستاذ ناجي هناك بالقناه. اي. وجه تحيه الاستاذ ناجي. تحياتنا لهم. اي احنا شو نقول عائله هناك. اي. يعني قالوا هالاغنيه لوسام. زين. اعطيتها لوسام. هاي الخلافات والحكي المنا مو صحيح. ما له وجود؟ هي تلحنت بصوت وفلان نزلت يعني. ليش فلان هو السيف المشداوي. اي يعني بس يعني بس نوجه له تحيه يعني حتى بالبرنامج. وانا مزعل. ليش صراحه يعني تحياتنا لسيف. هو تنازل سيف. قلت له الاغنيه رادوها وتنازل هو يعني. زين. مرة طلع قال لا ما متنازل انا يعني شو اسوي بهالحاله. سويت فيديو وقلت اغنيه مال هذا الرجال. انت تريدها من الله فيديوهاتك محضرها. يا ليش تسوي نزل الفيديو؟ لا انا اريد اغنيتي تنتشر عربيا، الناس تسمعها. اي مو غلط. وسام اداها طاح حقها. اي طبعا. اي خلينا نسمع. مليت وحق الله مليت والله من الساعة ما صافي بالي. مليت حتى من القمر، مليت من حالي. صغيرون مساي القهر والضحك ما مالي. صغيرون مساي القهر والضحك مو مالي. يا جاني قلبي بلا سبب والدمعة بعيوني. رايدي جاني مسافرة حتلاقي تجوني. لك شايل طبع أشاق امتحي حتى يكروني. مليت يا ربي الله يا دنيا، مليت يا جاني قلبي بلا سبب والدمع بياني. رايد يجوني السافرة حتى لا يبتوني. شايل طبع الشوق امتحن حتى ليذوني يكروني. مليت رودي الله يا ابوي مليت
وشايل جرح من عيني ما بيوق الصبح يا دنيا مو كافيك حبيت اخ مليت الله الله على الاحساس، الله على الصدق، ما شاء الله. مثل ما قال علاوي، احنا متفقين انه دائما المطرب نموذجهم اثنيناتهم ثلاث اصوات، بس الاختلاف بينها سيف وسام. هنا صوت ذاك برانا صوت ناعم، يعني قريب من متعمق بالموسيقى ولا انك شاعر؟ انا عمري 9 سنوات وباستوديو، يعني شو اسوي؟ حتى لا يعني من زمان يعني يمكن شعراء يسولفون بالاوزان ويحكي بالمقامات بالاستوديوهات من زمن التيب، يعني قبل ادوبي. احنا يعني لا اعرف زمن لا ماده تيب اسمه قبل ادوبي، قبل كيوبس، قبل بروتوز، يعني اعرف هاي نتناقش فيها الى يا عمر بعدين. لا هو استاذ بعد يعرف انه علاوي يعني الانسان يشتري راحه باله. زين خل اكمل اصبر لي. اليوم وين تروح مني؟ انت تشتري المشاكل اللي تجيبها لنفسك. اقول ليش قاعد ادور بالنص؟ ايه انت حاجوز. وشنو الطاقه؟ لا انت يعني علاوي انت يعني انت تجيب مشاكل لنفسك بصراحه. شلون يعني؟ تعال انت رائد اسوي يعني قدام المشاهدين، تعال طلعنا اني شنو حلقه بجيباني؟ شنو رائد؟ لا اعطيني مجال. يعني ما عندك لقاء تلفزيوني؟ هم يحطون اسئله تضوج، شو اسوي لهم انا؟ ما مصرح بيه على 2 3؟ انا لا مو اصرح. لا تصريحات امانه. لا انا صرحت يجوز بالتصريحات مالتي خطا. انا اعتقد شو بالخطأت؟ ليش؟ لان مقابيل اذاني. مو ليش انت تجيب المشاكل؟ اي لا اللي ياذيني فاحب ااذيه. يعني مو عين بالعين، بس يعني واحد ردة فعله. بس انا ما احب يعني ما اكره احد، ما اريد احب اذي احد، بس مرات تيجي شغله عليك. وهسه احنا اصدقائك القريبين نعرفك طيب ونعرفك ما عندك اذيه، بس مرات واحد يتفاجئ يعني اوكي يعني زين ليش كل شيء بالاعلام؟ يعني احنا كليتنا احنا تصير على مشاكل مو معصومين. تصير بيناتنا يصير كل انسان حانش عليك، ما معقوله تطلع بالتلفزيون. لا انا بدي اسالك سؤال. جاوب. اختلفنا انا وياك قبل 2.5 سنين او 3 وما مشوفين ابد. صحيح. وانا ما تقعد انت انا ما اجي. يعني ايش تعطيك اياها؟ فاليوم طلعت حكيت عليك؟ لا. ها؟ لا. ليش؟ لان ما مأذيني الاذيه كبيره، بس واحد ياذيك يعني يطعن بك طعن حتى بكل شيء، فانا ما اتحمل، فاطلع اضوجه وارجع لبيتنا وخلاص. بس لك واحد مأذياني انا اقول له اسف، لك واحد حكيت علي انا اسف، يعني كلهم اقول لهم اسف اسف اسف، حتى لو هم غلطان انا اسف. زين. بعد شو تريد؟ بس هذا اعتذار من ولا خشبك؟ بالقران لا انا اعتذر لاي واحد يعني. هسه عندنا موضوع الاعتذار بعد ما نسمع قصيده منك. اوكي. لا تستعجل، الزم روحك ونام، التأني خلي هاي الدنيا شبرين. الله. لا تستعجل، الزم روحك ونام، التأني خلي هاي الدنيا شبرين، مو إلا برجل تركض للأهداف، شوف الساعة تمشي بلا رجلين. الله. مو كل شيء تكرها ترخص للناس، لأن الرخاص عند الناس غالين. مو كل شيء تكرها ترخص للناس، لأن الرخاص عند الناس غالين. أكثر شيء نكرها الذبح والموت، وإحنا ببيتنا نوع السكاكين. البشر لما يغرد إلا بفلوس، البشر لما يغرد إلا بفلوس، ونبوق بيوتنا ونطي ملايين. البلابل غردت إنا بلا فلوس وبقنا فراخن من البساتين. الله. ونحطهم بالقفص وندور أفراج ويكبرن عندنا ويموت المساجين. الله 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 الله. البشر لما يغرد إلا بفلوس ونبوق بيوتنا ونطي ملايين. البلابل غردت إنا بلا فلوس وبقنا فراخن من البساتين، ونحطهم بالقفص وندور أفراج ويكبرن عندنا ويموت المساجين. بس للطير ربك مط جنحان، الهاي البشر ما مطيها مزين. دلالين نفتح فوق الغيوم كفيلك الله لو عدنا جناحين. الله الله. دلالين نفتح فوق الغيوم كفيلك الله لو عدنا جناحين. حتى الشمس لطخناها بالليل ووقفنا قبالها كل احنا غافين. وهي المشكلة نشعل بالشموع علي مشاعلين واحنا طافين. على مصلاية ونفكر بالفلوس، على الباطل سكتنا ونحكي بالدين، على ابسط شغلنا نتعارك بالسلاح.
ونذب الصوش كله بالشياطين. ضمينا الصدق جوه كذب مات، وقرنا الفاتحة على الصدق مرتين. الواحد منا شايل 7 وجوه، بعد ما عندنا واحد عنده وجهين. الله. بعد ما عندنا واحد. 7. انا عندي 7. طلعوا هذول. والله الله عليك علام. فدوة عليك، فدوة. شاعر تجنن، موهوب ومن يومك. نحبك. تحس علام ماخذ مساحتك كشاعريه؟ طبعا. يعني انا اتوقع كان المفروض اكثر. مو انت، انا من نوع يعني انا احكي للامانه، يعني اخاف واحد يكذبني من احكي، بس خلي احلف. والله العظيم انا ما احب اطلع لقاءات، ولا مهتم التلفزيون، ولا يعني عندي شغله اهم. زين. وشغله اهم شعر يعني. وشغلك اهم شعر. اهم شعر. يعني انا اروح حفله احسن يعني. يعني شنو مثل منطقتي ما تعرفني؟ لا ناس هي تعرفني منطقة يعني لا انت بالوسط الشعري كله وخارج الوسط لك ناس محبين. النص اخذني، انا النص اخذنا الاستوديو، اخذ منه هواي، بس امطيت من يمه. اي نيرمان. هاي قوية ترى. مو اسمه نيرمان. نيلمان. 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 اي اسمك هذا مايكل اسمه مالي. حقيقي. زين. وليش ما طلعت بيه اصلا؟ بس اسمك غريب ليش يعني؟ انت واحد من الناس عرفت اسمي نيلمان قلت لي نيرمان. اي صح؟ ينسي. صحيح. اي يعني اذا هو اهم شيء الاسم، يعني الفنان. كانت بنصيحة هاي من احد؟ اي بنصيحه يعني نصحاني، يعني تحياتنا استاذ علي ربع. زين. الاسم اساسا كان يسبب لك احراج بحياتك ذاك الاسم نيلمان؟ لا ما مسبب لي احراج، بالعكس. يعني كل الناس تعرفني بهذا الاسم. زين. بس ما ينحفظ، يعني شلون فنان اسمه نيلمان. بالعكس هاي لو اول ما طالع بيه هذا اختصار النيلز. اختصار النيلز. هو الاسم تركي يعني اسم كردي. صار عمري تقريبا 20 سنه يلا اكتشفت ما معنى اسمي. ذيك ال20 كنت تسوي يبقى راجل وين الدور؟ تعاون. لا والله. شنو معنى الاسم؟ معنى الاسم الجيش الروماني. اها. يعني التاريخ القديم يعني. نعم. ترجع في قرن قرنين. اي. يعني شلون ضابط نقيب ملازم اول. اي يعني رتبه يسموه نيلمان. اها. عرفت شلون؟ فهذا الاسم سماني والدي، راد يسميني كليزمان. كليزمان؟ ليش والدك هيك؟ تحياتنا لداود حبيب القلب، ابونا الغالي. طبعا راد يسميني كليزمان لانه هو يشجع المانيا. على اللاعب هذا الباب كليزمان. حلو. وكانت قوة اللعبه وجت بنفس اليوم انت هذا. هسه يجوز الناس يعني انا واحد من الناس تفاجئت انه انت مسيحي. لا انا عراقي. هذا كلش حلو. اني وياك بهذا الموضوع اديان. طبعا، بس خلي اكملك في شغله. هو انت عراقي ليش؟ وليش انا تفاجئت؟ يا اخي احسك جنوبي، شكلك سمارك يعني عراقي. اي هذا احلى شيء. احلى شيء اكيد. هم دائما المسيح يحصلون بيضان حلوين يعني. ما ادري يعني صح الشحامي. شو انت مش حامي؟ ما ادري والله. لا والسم انا كاتب على رقم المسيح وطيبه. لا وسامي يخبل والله ماكو فرق يعني. طبعا لا هذا من تيم عند وانا خلي بالك فتره. خاصة احنا خلي بالك فتره شغله. انا صار لي يعني 4 سنوات اشتغل بقناه دجله. تحياتنا لكل كادر قناه دجله. فدوى قلبك. ف كلش بعيد وحريص انه ما حد يذكر، بس انت يعني خليط بصراحه، يعني صوتك ما يوحي، سمارك ما يوحي ابد. زين. انا ما اصدق. بعد شو اقول لك. وسومي اريد شيء قريب من روحك دائما، يعني من اغانيك انت معتز انه تغني. معتز. اي. حتى عيني راحت تدور عليك وعلي رجعت تبكي ما شافتك. ارجع الخاطر ايدي حبيب. انت تذكر بالبرد مو دفتك. الله.
خلى سالف لك عليا وانت قال والله اعيشك من ندم قال قلتك لا حق هذا الله لا بدي نسيت بس اسوي روحي هي رادتك ارجع وخليني اشوفك يا الحبيب والله مشتاق ارد اشوفك ابوسك واحضنك طعم شفتك بي لا تصدق تروح وانت مثلي طعمها بشفتك انت نص الليل كل ظلك انام والله عد الجوم من شافتك وانت تقضي الليل نايم مستريح وانا اقضي الليل ابوس بصورتك الله 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 عليك الله. علي الشمري انا مشتاق لك بالقرآن اكثر والله العظيم مشتاق لك. لا تعنودين عنك. طبعا صار الموضوع افتن فيه فتو سولف لك. لا هذا بي صغرات يعني. اركب حاكي علي؟ لا انا لا عدد. لا قال لي لا انا قال لي جزت الوحيد ما مطي بيك. قال لي الحمد لله اي والله اعتقي يعني. قال لي الحمد لله شكر انا اكو بيني وبين راد خلاف اي بس سمعت انت موجود بالبرنامج فقلت لا خلينا نكسر الشر. مو انا يعني على مود وسام. لا مو على مود وسام لا مو علاوي على مود وقال لي على مود من الصالح. قلت له ليش الصاير بيناتكم؟ كان يقول صار خلاف ما حد خبرتني يعني الكادر خابرني وراح المقام انا ظليت متفاجئ. قال لي استاذ رائد ما خابرني على مود اللقاء. لا لا هو شرح لي وضح انا لي. اول شيء ملتهي بامور، ثاني شيء لا شرح لي يعني علاوي هو متبني الموضوع ايه على مود. ما ادري علاوي يحب يكبر المواضيع. انا بالنسبه لي دائما على الشمال مو صحيح؟ فحاول كبر قلبك على غير اسمك والله العظيم مع غير اسمك شوي لازم نشاق كاتب عليك الطيبه وهاي امسح بقي للطوع هذه القناه بس خلينا ناجي بالعمل. علاوي لا عمك شو ولا شباب فترة 2006 2007 مثل عندنا ذيوله. شلون الحلقة اليوم؟ لازم تقولون هذا صديقي من كنا مربين ذيوله. يا ابوي يا علاوي تعمقت بالنص الانشادي تحديدا فترة، بعدها ابتعدت كان شغله بهذا بعد حولت نص غنائي. يعني شنو اللي صار؟ يعني دائما انت تعرف هذا الوسط من تفوت يقيدك. بذيك الفتره مال ذاك الوقت كانت اكو تشددات من بعض الجهات وهاي زين مال الغنى ما يخلون. انا ما عندي هاي. انا بالنسبه لي الانشاد الغنى عندي سواسيه. انا عندي المقام يعني انا لحظه شلون سواسيه؟ يعني هذا يعني مثلا راح يقراها مثلا هذا المنشد ايش راح يقرا غير مقام يجيبه من السماء نفس المقام. هذا بيات هذا بيات هذا كورد هذا كورد. موسى تجردها فكريا يعني شلون جردها شلون؟ جردها فكريا اسعوا في المقام. الانشاد شيء والغناء شيء. انا عندي حاليا متشابه. يعني هاي تتوزع الاغنيه تتوزع بموسيقيين وبآلات وكمانات وهم تتوزع بكمانات نفس الحاله. اعطيني وحده هسه وحده ما بيها موسيقى. هسه انت تطرح وجهه نظر يعني اكو ناس راح تعتبرها خطره بصراحه. شلون يعني انا ظالم الانشاد؟ يعني قصدك انا ظلمت المنشدين؟ مو اقول لك ظلمت بس هسه ناس تتفاجئ راح يقول لك جاب لي انشوده على الاغنيه. انت عندك نفس الشيء. الشغل مالك اغاني بس هاي يسمونها انشوده وهاي يسمونها اغنيه. ليش هاي يسمونها انشوده وهاي اغنيه؟ لان هذا اسمه منشد وهذا اسمه مطرب. يعني بس اي هاي صح. ايه زين نعوف هذا الموضوع. انت كنص اثر عليك بالقصيده من تعمقت بالنص؟ انا تعمقت بالنص لان جاب لي شغل لي هذا كشغلي. تعمقت بيه والله. العمودي قصيده ما توكل خبز؟ لا ما توكل. يعني كل يدعيك كل 4 اشهر يجيك عود دعوه وتقعد من الصبح ويعطيك $100 ما $200 ما شنو شو نسوي به؟ ناس قاعد بالاستوديو انا لا ليش تضحك؟ بس اقعد رايد ما عليه. لا تعبك شنو؟ انا مو متعلق بس ما رايد.
انت الناس ما قلبه على مفتهمه لسانه. ما مفتهمه يعني إيه. عبالهم اجى لابس قوط وما شنو اقوى واحد رقمه يجوز راعد وفلان ياخذ $500 هاي كلها 14/5 بس بالاستوديو كتبت الناس سويت اجيته بعته اصلا انا اخذت تعاملت السعوديين. ردت اسالك على هذا الموضوع. اي اخر تعامل عندك تواصل ويا السعوديين؟ ويا الكويتيين البحار من الخليج كله يعني والله من خلال نوزع لهم اغانيهم او نكتب لهم. هسه انا اخر عمل عندي لمحمد ابراهيم فنان صاعد هسه بالسعوديه صاعد هو تحياتنا. بس ما وصل العراق. تحياتنا له. اشتغلت عمليا جدة زين. قبل اشتغلت جماعه اكثر من خلايجي. بس انا انت تشتغل النص التجاري قبل. قال له تجيني تقول لي اكتب لي على هذا الحائط اكتب لك. اي هذا حائط اكتب لك على الحائط بس تتلاقى شلون الحائط. فانا قلت سموه نص التجاره فانا اشتغلت به. احسن ما اكون ما عندي. صحيح. واظل لابس قبه عاليتي ونايم على الرصيف وما شنو والليل والشمعه تضحك. هسه شعراء القصيده هيك؟ هسه شعراء القصيده هيك؟ لا مو كلهم بس اكو واحد يهتم بس قبل لا عندنا اسماء بس ما جيت افتكر الكادر ما جيت فهمتك. هسه عمري الكادر احكي هاي بعد احكي الكادر خير وجاي استغفر الله يا ربي. اكو واحد من ثاني انت حكيته وانا حاكينه من زمان. يعني خلي يعوف دوام ويعوف هاي وما شنو على مود الشعر وما ينجح بعدين وما ينجح فيه المشيتين. لا يقدر يرجع تعال سوي له عاده يجي شمالي. ابقى انت اذا ما حصلت شيء بيه لا تبقى بيه. اي صحيح. لا تبقى بيه حافظ على اسمه. زين خل نبلش بقصيده هسه. حوارك حلو انا ممتع احبه والله. وانت بس شعرك احلى. بس صدق يموتني اكثر واحد يعني يأذيني بالشقه انت وعلى رشد انتم مأذيني كلش يعني الله يرحمه. مأذيني. يا قلب شبيك ظل بصدر قاعد تحب واحد يحب يوميه واحد. يا قلب شبيك ظل بصدر قاعد تحب واحد يحب يوميه واحد. سد بابك يا قلبي ونام مرتاح هو بحضن غيرك هسه قاعد. لا توقف علي مو عندك هواي يتمنون منك حرف زايد. لا تغشك برود الضحكة تطيح النخل صعفة جمر بس قلبه بارد. الله لا تغشك برود الضحكة تطيح النخل صعفة جمر بس قلبه بارد. دور لك غصن لفظة تلمبي حطب مصدر النار كواغد. لو تشعل جهنم يما ما يفيد يظل مكروه طبعه ودمه جامد. لا تصدق المسلسل صدق الإحساس كذابات صدقني المشاهد. الله ولا يغرك المحبس شذرته بيش القصيبة هواي أحلى من القلايد. حب القاع صدرك ينترس ياس ورد ما تلقى له ريحة العطارد. حاول كل فرد تشتملك آذان العشق ينطلق من قلب المعابد. الله اعشق لك جرح ما يدنق الراس طيح براحتك بس ابقى عاند. اخذ لون الذهب وانزل لك ببير تظل بعين ناسك دوم صاعد. ولا تعشق بشر كل عمره مجرور. لا تعشق بشر كل عمره مجرور. العشق ما يرضى تختل القواعد. يا قلب شبيك ظل بصدر قاعد تحب واحد يحب يوميه واحد. هاي الغشوميه مالتي. الله العظيم. قلبك ابيض. نجي هسه على يا قلب شبيك ظل بصدرك قاعد. اكيد هسه اغلب الناس اللي تتابع البرنامج راح يعرف هذا الدخول غناه الفنان ايمن زبيب. لا حسام جنين. حسام جنين انا ما غنى هم غنوا اثنيناتهم. اثنين هي غنت اكثر عربيين. نعم. يعني هذا التعامل كان مو يعني انت هذا الموضوع اللي طرحته بتوارد لو غيره؟ الموضوع مثل عليه بس هسه شو نسيته بس القصيده هاي يعني الدخول هذا اذا شلته من القصيده تخرب. لان هو عندنا احنا دائما نعتمد عليه من الدخول. هو الضربه مال القصيده هذا اللي يقول لك القاضيه تكون تدخل صحيح. فالقصيده هي هاي مالتي يعني وانا تعمدت اقراها اليوم لان حرام ما ظلمها. شو نظامها؟ زين الموضوع اللي طرحته بتوارد انحل ويا ياسر عبد الوهاب ويا ما عندي تحياتنا طبعا الياسر والرامي. انا تحياتي اثنيناتهم على راسي. انا ما توصلت وياهم يعني الحل بس انا نسيت الموضوع وراح يعني بالعافيه عليهم. وسام دائما تصير وياك نفس الحاله اللي ذكر علي الشمري
دائما يصير عندك مو بقصد، يعني دائما بتعاملاتك النصوص اللي تغنيها يصير عليها خلاف بين الشعراء، انه هذا يقول النص لي وهذا يقول النص لي. صح. اكثر من مره انا متابع هذا الشيء. ليش؟ صار ما ادري يعني الخلل بالشعراء اللي يجيبوا لي النص. انت شلون تتعامل وياهم؟ انا اتعامل يعني مثل باقي الناس. شلون تتعامل؟ يجيك ناس؟ يجيني ناس اي اقرا الحن انا مرات، او يعجبني الحن يعني ادز النص الملحن يلحن لي اياه. اي اشتغله وربك دائما يعني ما ظالم احد، الحمد لله وشكرا، ما ظلمت احد يعني. ما منزل عمل، يمكن عمل واحد وصار وراه عرضه اللي غنيته بالبدايه ما نرجع له. ما نرجع. خلينا نشوف خلينا الحبيب نشوفك يا مصح. الحبيب. صار مره إيه. هيك شيء عليه هو كلمات علي جمال. علي جمال اول وصل تحياتنا العلاوي. تحياتنا العلاوي، وهي الاغنيه مو الحاني، زين. الحان ايسر القاسم، مقدمه تحيه. تحياتنا ليسر ومشتاقين له هواي. مشتاقين له الحبيب. اي فصار ورا فتره هذا الخلاف، انا حتى ما كنت اعرف. نزلت الاغنيه وطلع الشاعر علي الحمداوي. بعدها صارت يمكن بين حيدر لسير وانيس العيساوي. حيدر لسير وانيس العيساوي. حيدر لسير دز لي طبعا تحياتنا الاثنين ما شاء الله. تحيات الاثنين كلهم اخوتنا وشعراء وابطال ونجوم. همين نفس الحاله همين صارت، بس قبل لا انزل الاغنيه. اها. فجاني تليفون قال لي انت شلون؟ قلت له الحكي مو وياي. ويا الشعر؟ لا تحكي وياي. اي روح احكي ويا نفس الانسان اللي دز النص. كلش حلو. فتفاهموا تدري يعني لازم روح التسامح بكل شيء. حيدر هو خطيه وخابرني بوقت. حيدر قال راد الموضوع هيك وهيك والبيت حلو كملنا عليه. فانيس شير يد احنا حاضرين. بوقتها حكيت ويا انيس انا من حكيت ويا انيس وقلت له مداخله انت ينحسب علما، ينحسب علما النص. هو الدخول لانيس والتكمله لحيدر. يعني الافضليه علما تعطى هسه للدخول والتكمله. انا الاثنين، بس هي الجدحه بالبدايه. مو قد حدا لسير، بس انا الدخول هو دائما الجدحه هي اللي تطلع اللي بعد. الدخول هو الدخول يعني يمشي. الدخول علما يعني هسه مثلا اقول لك فرض اني تحط علما يعني الافضليه بين اثنين. بالنسبه لي هي الاغنيه لزمه علاوي. لزمه اللي كاتب اللزمه هو جمله بس للامانه حيدر مكمل عليه كلش حلو. حيدر خبل حد الهوى الماضي خبل. لا حيدر عنده اغاني جميله. انا سمعه اموت على حد كلهم يعني نجوم وكبار يعني. تحياتنا نسوي محاوره نغني يعني. انت اليوم اخليك تغني، بس نسوي محاوره شعريه غنائيه بيناتكم يعني شعر ويغني شعر. طبعا هذا موالي من كلمات الشاعر الراقي الشاب علي ذهبي. مقدمه تحيه. تحياتنا لكل شعراءنا الكبار. الله الله. اكو عالم يلوق بيا الاهتمام، واكو عالم المشكلة تحب تلبس، اكو عالم يلوق بيا الاهتمام، واكو عالم المشكلة من الله تحب تلبس. عود ليش اللي تحبه يستغل حبك عكيس. الله. عود ليش اللي تحبه يستغل حبك عكيس، واللي تهتم بيه زايد يسوي نفسه ما يحس، يرفع بخشمه عليك وهو ما يسوى فليس، يرفع بخشمه عليك هو ما يسوى فليس. عود ليش اللي تحبه يستغل حبك عكس، واللي تهتم بيه زايد يسوي نفسه ما يحس، يرفع بخشمه عليك وهو ما يسوى فليس.
يعيس وداعتك. ليش تصير كذاب تقولهم جانا بالباب؟ ليش تصير كذاب تقولهم جاني بالباب؟ تقولهم يحكي يمي وما عبره، وانت منيتك تحاكيني مره. طب ما تقول لي شكوش بيك، اعرفك حتى حاكيك. انت براسه ما طاب تقول للناس قايل لك احبك، هو انت منو غير انا اعرفك؟ اوقف رايح لوين؟ هو انت منو منين حتى احسب لك حساب؟ ليش يصير كذاب؟ يا خمان امان امان، علي الخيانة البي كل الناس لاموني، كل الناس لاماني. قل لي شلوني لك يا زين، عين تقابل عيوني، عين تقابل عيوني، بعد ما جيبه بالطاري، بعد ما جيب بالطريق كل شي المخفي بين بيك بين بيك، بعد ايات ما خليك ثواني تنام بحضاني، وغيري تخلص اللي وانا بابك انت اني. من الساعة انا وياك ما حد يعرف الثاني، ما مجبور احب القاك اخلص هذا عمر الحلو ليش وياك. اقدر انا ما انساك مو بس انت تنساني. عشقتك من كنت ما تعرف تخون، لما كنت ما تفتح العيون. عشقتك من كنت ما تعرف تخون نص، لما كنت ما تفتح العيون. لما كنت الا ببوس اعوفك، لما كنت اقول لك اريد اشوفك وانت تقول لي اهله ما يقبلون. كنت تذوب ويا الورد لو ذاب. عشقتك من كنت حباب حباب، لما كنت من البيت للباب وما تعرف الشارع شان يالون. عشقتك من كنت ما تعرف تخون. الله 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 صديتكم مني استرسلي. زمن ما راد يجمعنا، لا ذنبك ولا ذنبي، تعبت وياك وبلحظات جا غير واخذ تعبي. زمن ما راد يجمعنا، لا ذنبك ولا ذنبي، تعبت وياك وبلحظات اجا غيري واخذ تعبي. ما نحكي الحكايه ما قصرت وياي، تعبت وكل شي من الزمن فاته، وانا ما بيدي شي وافرق بدي. تعبت وكل شي من الزمن فاته، وانا ما بيدي شي واصبر وافرق بيدي. حاسبينك لمعرفة الأحداث فور حدوثها ستجدونها في أكبر موسوعة في العراق ومن مصادر عراقية وعربية وأجنبية.
موسوعة العراق، مرجعك الشامل من مصدر الخبر. اسمع هوانا ضلك ويانا بالسيارة وبالزحمة ضلك عليها النغمة. استمعوا لأثير راديو هوا دجلة على الموجات التالية: هي دجلة أحلى دجلة، هوا دجلة FM، وياها نلتم. حاسبين. علاوي، بداية الحلقة حبيت منك شغلة، انه انت تمتلك شجاعة الاعتذار. طبعا اللي يعتذر شجاع. صح. شو كنت تعتذر من الناصرية؟ مثل هسه اعتذر هسه هاي الشاشة لك وسولف. يعني بس قبل الاعتذار. مو راح تسوي لك سالفة. لا قبل الاعتذار، يعني قبل الاعتذار اني ما متهجم على الناصريه. انا كان خلاف بيني وبين الشعراء. القصد الشعراء هم الناس فهمتها غلط والله العظيم. عموما الناصرية يعني بها هواي شعراء ما تقدر تجمع. لا ما اقدر انفي رايد. بس انا سويته يعني من زوجتي، يعني حتى شايف واحد اللي عنده 4 اولاد يقول لابنه بس انت احسن واحد بقيه يضوجون. سويت هاي السالفه انا. تريد تسوي فتنه بيناتهم؟ لا مو فتنه لا هذا ضوجون. لان هم الاغلبيه يعني ما حد دافع علي، تهجموا علي انا ما سابع، يعني غلط يعني يا ريت قصيده. لا مو هسه احنا هيك راح نفتح الموضوع من جديد. انا اسف من كل العراق وبالخصوص الناصريه، وهذا مو خوف، يعني هذا يعني انا اقول اسف لانه لازم انا واحد يسامح الثاني حتى ما تبقى مشكله منا ومنا. صحيح. يعني وهاي بعد شو تريد يعني. زين، اتمنى باللقاءات الجايه علاوي عفويتك حلوه بس اكثر من اللازم. رائد صدق يعني ثق بالله، يعني جماعتنا الاعلاميين تعرفهم يعني يستفزني يا اخي لا اقدر اعرف برنامج واروح. اقول لك لا اي اعلامي يريد سبق اعلامي له وياخذ، بس مو بهاي الدرجه. يعني انا نسال السؤالات حتى يعني بالاخير انت مسؤول يعني عن كلامك علاوي. انا اللي اتمناه بالاخير انت مسؤول عن كلامك. رائد هم يسالون سؤالات. انت البرامج اللي طلعت بيها وحكيت بيها من انتقدوا المقدم، لو انتقدوا علي اللي حكى، صح لو لا؟ صحيح. اتمنى يعني كان يعني اكو غلط بالموضوع، بس بنفس الوقت مرات انت يعني هو يجي محضر لك اسئله. يعني هسه لما طبيت انا راد اعرف ما اعرف الاسئله شنو. يعني تعال اروح البيت مو انا طريقه تقديمه تعرف، اقول له غير الموضوع يقول له قصن وبعدين ما يقصن. يعني انا طريقه تقديمه تعرف، وانا بعيد عن المشاكل. لا لازم كل واحد يصير بعين، بس انا عصبيتي العامه علي هي المشكله مالتي، العصبيه مالتي. هسه صرت عصبي. لا هو هاي طريقه يعني وثاني شيء انا احب انوه على شغله. يعني مهند اول ما اشتغل وياي قلت ليش ما اخذه بالبرنامج؟ مهند المالكي؟ اي اول ما وين اشتغل وياي كل عرفته بهالوليل. بس لا اشتغل وياي. لا اشتغل وياي مسرحيه. ايش قد جمهورها 3؟ لا ما حد يدري بيه. لا علاوي تكتب نص مصري؟ هاي معلومه جديده. ما يضحك. لا كتبه بس تعال تقول قراءة على اصير نصبه العالم هسه بقناه دجله وعلي وعلى اصير نصبه العالم. لا اقرا لي زي كتبه كتبت ويا من تعاملت يا فنان مصري؟ ما معروفين والله ايش صدق والله ما معروفين، يعني مين يلزمون. يعني شلون اتعرف عليه؟ تكتب على مدير الجور بس للاغلب اللي تعطيهم للامانه علي جوراني مال الشعر وكذا. ممكن نصوص ومتنازل عنها باسم غير شاعر؟ هواي. ليش؟ الصراحه رائد باع بدل ما اخذاني كذا مبلغ اخذ ضعفه وما ينزل اسمك ضعفه. يعني ليش؟ مو انا بحاجه الى الماده. اي بشر بالدنيا هو ربك قال المال وبنوزع. انت ما عندك فلوس تقدر تشتري، تقدر تطلع، تقدر تمشي. لا اظل انا ما عندي ربع وقاعد اشرب نرجيله وناقيت وانت ما عندك فلوس نرجيله. لا حبيب قلبي لا مو تضحك والله العظيم. لازم واحد يكون نفسه. انت الله طاك مو بشعر هسه اجورك ايش قد ترى مثل رائد وفتيان الو عندنا والله مهرجان بفلان المحافظه او بفلان المكان. هالقد رائد اذا طلع اقل $500 انا ما افتهم، صح ولا لا؟
انت شنو تريد تفتح عين عليه؟ لا مو افتح عين عليك، حالك انت تطلع مناسبات، انا اكتب نص. اي انا مال المناسبه الصبح ما قعدت زين، انا ما له علاقه بيهم. اي انا اعطيني بالليل اذا عندك هالمبدا على الستيج مو اكو يقول لك والصبح بالاستوديو. اكو شاعر يقول لك احساسي شلون لا شنو احساسي وشمعه ونايم وش مسوي؟ لا والله العظيم صراحه، والله صراحه هي حرفه علاوي حرفه. اقف راعي اقف بس اقف لي حرفه راعي تكتب لي على الغدر، اي تكتبها بسرعه طبعاً. يعني اللي يمك بتشي وشمعه لا، وذل لا، سوالف لا. وتلبس قبعه بالقران كذي. سلم قبعه. والله العظيم انت مضوجك واحد لابس قبعه؟ هواي الادب والادب وبنادي الادب ادنبر، انا ما له علاقه. اي ما كان ما كنا دنبر ابي. هذا صحيح يعني. على خلينا نسمع قصيده. شنت بالروح هسه تطلع الروح. الله الله شنت بالروح هسه تطلع الروح. هسه تطلع الروح. كرهتك قد ما عزتك قبل واكثر. خط كحلة كنت من عيني لليل قبل لما كنت بالروح تفتر. رجلك بالرمل شحت نخل بيك اذا تمشي بحديقة الورد يحتر. الله الله صوتك صوفرت بكيت فلاح لو تشرب نهر ما ترجع اخضر. الله الله صوتك صوفرت الله صوتك بالقران صوتك صوفرت بكيت فلاح لو تشرب نهر ما ترجع اخضر. ما ترجع اخضر. مبلل بالزعل متحلف انساك. الله الله دمعك على القلب لا تظن اثر. وفي العباس بي ناوي شلعك مثل ما شلع حيدر باب خيبر. قلت لك خلي بضار حملين وانت بلا حمل خليك على البر. خليت الحمل رديته بالقاع نكيت ايدك قمت خليت خنجر. دمك والصخر بالثقل خوان يا مغرور صعبه بعيني تكبر. ما تقدر تلعب دمك وياي بس تلعب عليها هواي تقدر. وقعت صورتك من عيني بالقاع وقعت صورتك من عيني بالقاع. شلتها ومن شلتها القلب فطر. خدرة صورتك بجفوف فدنوب. عرفتك ويا واحد جاي تسهر وعرفتك من نمت في الزيت مبيوق لان بالصورة كلش وجهك اصفر. حيل وياي انا حيل وياي انا استعجلت بيك. اول مرة حب ولازم اعثر. حسبتك سمة مجرك غيوم غشيم وما دريت بغمزة انجر. الله الله صوصوتي الله متاثر على كلش. مو بس بالقصيده الشمعه يعني لا يعني اكو هذا الموضوع اتصورك شيء عاطفي ورا من ذيك. وما انا احب هاي ايه يعني شو يقول انا احب هاي ما احب انا. لا شنو الصوت شيء؟ هذا هنا من خيالك طلع من راسي اكتبهن لا للناس. لا ويا قراءة القصيدة يعني بدها تأكد بدها توصل فد رسالة. لا مو رسالة يتابعك حتى لا بالبرنامج. حتى المتابع يعني انا اوصلها بس له. هاي دبلوماسية لو شنو؟ دبلوماسية ورا بمسرح هذا احنا نمثل. اي والله نمثل. اي والله راد ليش يعني ليش اظل ابكي وانا علاء، بالقاع عندك حبيبة ودموع ولا؟ وهيك كليني عندك سواي. حبيبة لو لا؟ انا لا ما عندي ليش؟ يعني ما شاب حلو شاعر ليش ما عندك؟ افهم على والديك يعني ما عندي يعني صديقات عندي ايه بس ما يعني التزم وياها احبها هواي لا. حبيبتي تكون تصير مرتي. حلو. ايه شو وقت هاي؟ عن قريب ان شاء الله. والله يعني لاقي الشخص مخلي ببالك احد؟ اكو عندنا موضوع يعني الزواج يعني. لا شلون تقول ما عنده حبيبة؟ ما مو الموضوع يعني شوف بقت لسانك. لا يعني هم قالوا لي الزواج وهاي إيه. وانا اقتنعت يعني. والله يعني تقليدي بدون علاقة لو؟ لا بدون علاقه تقليدي. بس انا راح احس بيه فراغ يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. تأمل ما شاء الله مطرب وشاب وحلو. قاعد صاحبه وايد. انا لا الحمد لله. والله نبي طبلي شلونك علي اريد رقم وسام يعني ده كنا يا يتهمك شايف. والدك صغير 94 مو؟ ما ادري 94 ما شاء الله. شنو؟ 24 مرتبط تحب خاطب؟ والحب لازم يعيش الفنان إيه. والشاعر. وكل شوف هذا الحكي الحلو. شوف مالات علاوي كلهن. هسه من اقول لك هو ما يحب انا لا احب. مني يا انا ما هو يعرف ما احكي مني ما يحتاج يعني يعني. يقول ليش ما يقول يحتاج بس يشهر بس بالبيت؟ اي واحد وش اي واحد حتى لو لا وكلنا الحين يكون موجود وياه او مو موجود وياه بس لازم اي فنان واي انسان هي هاي مشاعر لازم يعيشها. انا قاعد عندي اتزوج واحب. تعايش هسه؟
شي لازم بحب. أعيش. بحب. إيه. علاقة قد صار فترة طويلة. طويلة. ناويين للأخير إن شاء الله. كل شيء بيد ربك. هاي الحلقة موديل لو خطوبة؟ أنا مدير. موديل. من إنسان عزيز علي، أنا دائما أحب أحتفظ بيه. ربي وبكل لقاء أحب أبقيه أنا ربي متفق. يخلي لك الإنسان، حبيبي. وأحس بك عايش مشاعر حلوة، أتمنى تستمر حبيبي. وتفرح دائما. ايش تسمع عربي؟ اسمع أي شيء حلو أسمعه، حتى لو كان مو يعني اسم كبير. أها. أحب أسمع يعني شيء الحلو. أكثر شيء لمن تسمع؟ أكثر شيء أسمع كفنانين أو فنانات. يعني سوى جنسين. الجنسين أسمع كل الفنانين يعني العربيين، حتى اللي يقدم فن يعني جديد، هذا الرابر أو هاي الشغلات أو هاي أحب أسمع لهم لأنه كله يفيد. من بينهم لازم أكون مثلا من فنان بينهم يكون مؤثر عليه. مؤثر شيرين أحبها. شيرين تأثر بي. جنة شيرين. شيرين تحفظ لها؟ طبعا. يلا خلينا نسمع شيء شيرين بعد. أنا مش حفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي، أنا مش هسكت لازم أقول، قد ما أخد قد ما أدي، أنا دلوقتي براجع نفسي قبل ما الأيام تفوت، وعشان حاجات أعيش حاجات كتير لازم تموت. الله الله الله. مش كبرياء لكن بصلح كل شيء في انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي الملاك بين البشر. مش كبرياء لكن بصلح كل شيء في انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي الملاك بين البشر. يعني إذا رجع نفسي والزمان أنا عشت غيري، أنا دلوقتي هعيش نفسي. الله الله على إحساسك، الله على إحساسك. على ورد قصيدة مسك ختام. اختار لي نوب كيف اللي يعجبك. اللي يدوس احترمه، بس لا يدوس قرآن. وكرهتك جي طلعت بكشة الناس، بنفسك مقتنع، بس مقتنع بيش؟ وليش تقول انا انشال وانباس؟ فعل ما بيك، قلب كل شو ما بيك، حضرتك تنشمر ما بيك مقياس. انا مو كل شيء المعروف هو، انا مبدأ النظرة مثبت الساعة، سحب لمعة العين تضحك وياي، وكلش اختنق من لمعة الماس. ثقول لا تبيع، خشمك نزله بالقاع، ترى العقول ما يكبر على الياس. غرورك، ضحكتك، شكلك، معانيك على روحك ذني مو على الناس. جيتك، روحتك صارت قديمات. ثقل لا تبيع، خشمك نزله بالقاع، ترى العقول ما يكبر على الياس. غرورك، ضحكتك، شكلك، معانيك على روحك ذني مو على الناس. جيتك، روحتك صارت قديمات. حالك حال تفقر لا ترباس، يا درهم فقر ما حطك بجيب، وبد مصدر قرة وكتبه على الناس. اقلبك على الوجه تطلع له وسواس، اقلبك على الظهر تطلع لك الناس. اعطك بالنار وتقول له عطشان، اشمرك عجدم توقع العراس. لا ترجع بعد تزمط له بالنهاي، ما اعزف بعد مو صوت الانفاس. انا ابنائي ترى طم الحسين من اول نص حسين اخويا عباس. هي هاي المشكله ما بيها في ذيك في روحك. والله ايش اختم لنا بمخنوق. مخنوق. مخنوق حتى من الهوى، مخنوق
احس من روحي جروحي مع الهنديوة يا هو اللي يداوي جروحي مع الهنديوة يا هو اللي يداوي جروحي بس انت للداوي الجرح صدقني بعدك من ذبح ارجالي ما دان الليل مو شقشقتها الروحي ارجالي مريض انا ليه مطلعتها الروحي روحي مرتاح كنت بلا محيط ما حد يقلق يشغل البالي ايش خلاني اغلى واندم وحيد سويت اني بحالي سويت اني بحالي ما يحن علي قلبك بعد موت ليه ما عوفك أبد ما يحن علي قلبك بعد مو قلت لي ما عوفك أبد وين الحكي لك ذاك الوعد تالي طلعت كتالي وين الحكي لك ذاك الوعد تالي طلعت آي 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 شتالي الله يستر الله عليك طيات الكركادر الله عليك الله استاذ عليك. رائد استاذ علي فدوة استاذ الفرقه الموسيقيه الكل كادركم وما قصرتوا فدول عمرك علاء ووسام كنتوا اكثر من ممتعين بس اليوم انا نسيت انشغلت لا وهي ما حكيت بصديقة اذني اليسرى بلا تصديق ذي اليمنى وين البصري شو كنت تجيبونه؟ تحياتنا فنان راقي يعني اقرب فرصه ان شاء الله. انا ما اسمع انت اكثر شيء تسمع رنين؟ البصري ووسام؟ تونر هاي اتجاوب اصاله وعرب ذكره بالعراق يعني مو اي واحد يعني هاي منفرده وان شاء الله بسلامتكم ويوم زوجناكم واحنا مو بالعكس كلش فرحتني ومحبتك اللي تعلن عنها انه انت اكثر اثنين تسمعهم رنين الكل اسمعهم بس تربل بسبرانو لازم انسق هنا اي تربل بسبرانو صوتين ذولا غذاء روحك؟ ما يعني لا اعطش بهاي السالفه. ان شاء الله ان شاء الله تكون ضيفه واقرب وقت. مشاهدينا الكرام هنا وصلنا لنهايه حلقه، انتظرونا الاسبوع القادم وحاسبينك. يا طير الطير عنوان حل هاي تالي يا صفا اشكي